السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بتكلم في كثير من الناس يسألوا عن سكاكين البيشك، ويحسبوها يعني إن كلها ممتازة. طبعا البيشك حالها من حال أي سكاكين لأنها صناعة محلية، فيكون فيها الزين وفيها الشين. يعني ما كل نصل بيشك يكون ممتاز. في بعضها يعني هذه الموجودة والقديمة يكون عادة من حديد مبرد، مصنوعات من حديد مبرد، اللي بعضهم يسموه مسحل. وبعض المبارد تكون ممتازة، بعض المبارد تكون لا. أما الحين عند الشباب انتشر يشتروا لك مثلا سكين ماركة طيبة ومعروفة، مثل أم شوكي أو أم طير أو كابي، ويفصلها على هذا التصميم. غمد خشبي، القبضة أيضا خشب، يصنع من شجر السدر، أو يستوي بعد من شجر الميس لأن لونه أحمر، يعني أحمر طبيعي ما هو مصبوغ. وتلبس مع الحزام، المحزم أو الخنير يتحزم بها وتكون مع الشخص. طبعا هذه مشهورة في محافظة مسندم والإمارات مع القبائل الموجودة اللي هناك، وتعتبر يعني قيمتها أكثر شيء، ما على أساس أنها مثلا، على أساس أنها تقليد يعني للمنطقة. وحدتها هذه الموجودة صراحة ممتازة، هذه من الحديد مبرد وما شاء الله مثل الموس، يعني تقطع الورق بسهولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.